السلام عليكم متابعي القناة، نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير الفول المبخر ومشرمل. كيجي من اروع ما يكون، لذيذ بزاف، سهل في التحضير، وانا متاكده الا جربتوه غادي يعجبكم بزاف. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع التفاصيل في بقية الفيديو. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو فول اللي يكون حبات صغيورين طريين، كنقيوه مزيان وكنحتفظوا بدوك الجلوف ديالو. شرط انه تكون الحبه كيف ما قلت صغيره، ما تكونش عاصيه. الحبات اللي كنحسوا بهم شي شويه كبار كناخذوا فقط هادوك الفولات اللي كيكونوا لداخل وكنحيدوا داك الجلوف ديالها. اذا هاد الفول من بعد ما كنقيوه غادي نغسلوه مزيان وغادي نديروه في كسكاس وكنخليوه يتبخر مزيان كيف ما كتشوفوا معايا هنا في الفيديو. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما تبخر، كيخصو يولي بحال هكا، بحال الزبيده. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا عندي دوك الحبات ديال الفول الصغيورين باقيين لداخل في هاد الجلوف ديالو. اذا دابا غادي نخلي هذا الفول جانبا وغادي نمشيو نوجدوا الشرموله. بالنسبه للشرموله فغادي نحتاجوا معدنوس وغادي نحتاجوا قزبر واللي يكونوا شي شويه بالزايد، يعني هذا الفول كيبغي الشرموله شي شويه بالزايد. غادي نحتاج ايضا ثوم حتى هي مستعمله هنا بالزايد. وكملاحظه انا راه ما دايرش بزاف د الفول، يعني الا درت واحد الكميه اللي كبيره يمكن لكم تستعملوا حتى الراس ديال الثومه كامل. الناس اللي كيبغيو الحار غادي يستعملوا كذلك مزيودات. انا دايره هنا جوج ديال المزيودات اللي كانوا عندي مرقدين. اذا هاد المزيودات غادي في الاول نقطعهم بحال هكا شرائح باش من بعد يسهل عليا نتكتكهم مزيان. كذلك بالنسبه لهذيك الثومه فغادي في الاول نمعكها شي شويه بحال هكا بالموس ونحاول نقطعها بحال هكا شي شويه قبل ما نبداو نقطعوا كل شيء بشكل ناعم. اذا صافي هنا في هذه المرحله غادي نبدا نقطع الثومه مع دوك المزيودات حتى حسيت بهم شي شويه تفرمولي، وغادي نبدا نقطع كذلك الربيع بحال هذا القطاعه اولا هذا السكين جد عملي وزوين. كيعجبني انا نخدم به باش كنصاوب الشرموله ديالي تكون ناعمه وزوينه. اذا صافي غادي نواصل التقطيع حتى كنحصل على واحد الشرموله ناعمه جدا بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. يعني ما كيبقاوليش دوك الحبات ديال الثوم اولا ديال دوك الطريفات ديال الربيع بحال هكا كبار وباينين صاينين. اذا صافي ملي كنسالي التقطاع غادي ناخذ واحد المقيله ندير فيها زيت الزيتون حتى هي كنديرها بالزايد، يعني هذا الفول كيبغي الشرموله كيبغي زيت الزيتون بالزايد. وغادي ننزل الشرموله ديالي كلها في المقيله. واخا كتبان لكم الكميه كثيره راه كتنزل ملي كتقلى ما كتبقاش بزاف. اذا نحاول ما نغفلش على التحريك ديال هاد الشرموله لانها ممكن بسرعه تحرق، فحاولوا تقابلوها مزيان. هنا بانت لي الزيت شويه ناقصه، زدت مازال شويه ديال الزيت البلديه وغادي نواصل التحريك. بالنسبه للعطريه اللي غنديرو فماشي شي حاجه كثيره لان الذوق ديال الفول بوحديتو صراحه ما يحتاجش شي تبزيره كثيره. غادي نديرو الكمون، حتى هو الكمون شي شويه بالزايد. غادي نزيد انا شويه ديال السودانيه، طبعا اللي ما يبغيش الحار ممكن بلاش. ودائما ما نغفلوش على التحريك باش ما تمشيش تحرق لينا الشرموله، راه مقطعه رقيقه بالزربه يمكن ليها تحرق خصوصا الا كنتم مجهدين عليها العافيه. وغادي ندير ملح حسب الذوق. النصيحه اللي غنقول لكم دائما لا بالنسبه للعطريه لا بالنسبه للملحه في الشرموله ما ديروش، يعني ما تزعموش بزاف من الاول ديروا بزاف، لانه الا حسيتوا بها من بعد ناقصه راه يمكن لكم تزيدوا. اما الا من الاول درتوا العطريه ولا درتوا الملحه بزاف راه صعيب بزاف باش تقادوا الذوق. صافي اذا من بعد ما تقلات لي الشرموله ديالي كينزل الحجم ديالها وكذلك اللون ديالها كيغمق بهذا الشكل. غادي ننزل هذاك الفول اللي سبق لي بخرته
وهنا غادي ناخذ واحد الفورشيت وكنبدا كنمعك في داك الفول مزيان باش ما كيبقاش هكاك حبات صاينين، وكذلك باش يتشرب لي هذيك الشرموله مزيان. انا هنا كنت خديت واحد الفورشيت صغيره عذباتني، من بعد عاد بدلتها. وهنا كذلك زدت شويه واحد الخويطه ديال زيت الزيتون وصافي. واصلت بنفس الطريقه كنمعك هذاك الفول مزيان، خصوصا دوك الحبات اللي كيكونوا كبار، وفي نفس الوقت راه الفول ديالي كيتقلى لي في ديك الشرموله وكيتشرب لي من اللذه ديالها. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الفول اللي صاوبته معكم اليوم، لذيذ بزاف معتبر. غير جربوه، متاكده غيعجبكم بزاف بزاف. كيف ما شفتوا معايا ما فيهش بزاف ديال المكونات، سهل في التحضير وكيوجد بسرعه. نتمنى الوصفه والفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم ما تبخلوش عليا بالتشجيع، ديروا لايك، تعليق، بارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. واذا كنتوا كتشوفوا القناه لاول مره مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس للتوصل دائما بالجديد. شكرا على المشاهده، نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو اخر ومع وصفه اخرى.